بالعكس هذاك راه كيعبر على لونتوراج المحافظ لهذه واحد البيئه فاش تربى الانسان، وهذا ولا سيما كنعرف راه ما طنجه للقويره، ولكن خصوص الجهه ديال الصحراء بالخصوص الرشيديه معروفه من طنجه للقويره، معروفين بالكرم، معروفين بالرجوله، بالمواقف الثابته، بالادب، بالقيم، بالاخلاق، بالدين. دونك هاد الناس اخويا راك شتي في الوقت اللي عييت ما سكت سيرتو كتكون انت كوجه معروف في لي ريزو سوسيو، شتي الاوباش وجرائم اللي ما خلاو باش يشوهوا لك السمعه ديالك بشتى الطرق. دونك كيبقى واحد الوقيته خديت داك القرار والحمد لله ما غاديش نرجع للوراء، وتتبقى بالرغم مزيان. المكائد وبالرغم هذا الشيء كلشي الحمد لله قلت لهم انتم اللي بقيتوا خديت عاد حتى نخليكم في اكيد قنوات الصرف الصحي، والحمد لله الهاك نيوز كصانع محتوى في جميع القنوات سواء داخل ارض الوطن او خارج ارض الوطن، سواء الاجانب او المغاربه الحمد لله المكانه في جميع القنوات الحمد لله. كندخل بالرغم كانوا كيهاجموني ويتابعوني وما والله ما تنبلوكي شي واحد وكنقول لهم شوف لا مكانة لكم، وكيبلوكيهم الناس ويلوحوهم بالرغم ما وصل لك الانسان راه شي حوايج اخويا مصيبه كحله. وهذا راجع بطبيعه الحال الحقد الدفين والكره والعقد النفسيه اللي كنعرفوا كاين الناس اللي عاشوا بطبيعه الحال القمع وعاشوا مصائب كحله في الحياه ديالهم منذ الطفوله ولا في واحد الفتره من حياتهم اللي ادت للكره الدفين اللي وصلت الانسان ان الانسان يكرهك والانسان يدبر لك مكائد بدون ما كيعرفك لا من قريب ولا من بعيد، وما عمرك للاسف الشديد حتى ناس اللي ما درتي فيهم غير الخير. دونك هنا حتى وصلت لديك القوله الشهيره اللي كنت نقول اخويا موس من ضمن المستملحات اللي خلاها الهاك نيوز، اصبح الحلال حلال الحرام شرعا في زماننا هذا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولا اتحدث عن الواقع. والحمد لله كنتمنى بطبيعه الحال هذوك المجرمين والعصابات اللي نساو الهاك نيوز اللي يعرفوا الهاك نيوز كمؤسس كليه الجنون العليا من الاحسن ينساوه، سينو راه تيقول لك فان عدتم عدنا، ولكن بطبيعه الحال بالرقي والرقاء والرقيه الشرقيه من نوع خاص وماشي داك شكرا سي هاك نيوز، شكرا جزيلا على هذه المداخلة القيمة. لا شكرا واجب بكل فرح خويا موس، أكن لك كل الاحترام وكل التقدير، والله تنقولها دائما. والاسم ديالك الحمد لله من ضمن اللائحة اللي كنت دائما أقول هناك أسماء ستظل منحوتة في القلب والذاكرة، وهذا بطبيعة الحال تنقول لك بدون تملق كلمة حق وشهادة حق من ضمن الأسماء اللي غتبقى دائما منحوتة في القلب والذاكرة، عكس الأوباش اللي راه ما عمر بطبيعة الحال حتى باش نذكر الأسماء ديالهم ما تيشرفنيش باش نذكر الأسماء ديالهم خويا موسى. ماشي تملق، ماشي هذه شهادة حق، حكم معرفتي معك في الريزو سوسيو بالرغم ما عمر كان بيني وبينك خاص. وهذا أنا تنقول كاينين الناس اللي كتكن لهم الاحترام وكسبنا إخوان وأخوات واحد الود واحد الاحترام ما عمر سمعنا الأصوات ديالهم ولا شفناهم، مجرد غير دي كونت بقات المكانة ديالهم عندهم مواقف ثابتة. فما بالك عاد الاسم ديال موس الحمد لله بالمواقف ديالك بالمناقشات ديالك بالنقد ديالك بالصوت ديالك. دونك راه كنقول لك المكانه ديالك محفوظه، وراك انسان محترم، انسان من اطيب خلق البشريه. خلينا لهم هذا ولاو خضعوا لنا ذاك المصطلح ملي ولينا نقولوا من اطيب خلق الله خضعوه، دونك ولينا جددنا المصطلح من اطيب خلق البشريه. هذه شهاده حق وكيبقى بطبيعه الحال كل احترام ليك والتقدير. تنتمنى لك خويا مسيره موفقه، والى احتاجيتي شي حاجه عبر القناه اخوك بكل فرح. تحياتي ليك، تحياتي للمتابعين اللي راهم حاضرين معنا في هذا البث المباشر على قناه موس اونلاين. تحيه خاصه ايضا للاصدقاء اللي ذكرت الاسماء ديالهم. هناك بعض الاصدقاء اللي تيبقاو دائما كي كنقول في اللائحه اللي دائما غيبقاو في القلب وفي الذاكره. والشكر الموصول للاخوه والاخوات متابعين قناه موس اونلاين
اللي ما حالفهمش الحظ متابعة هذا البث المباشر. إلى هنا ما بقى غير باش نقول خويا موس شكرا لك، واستودعكم الله يحفظك. التي لا شكرا تضيع. شكرا. الله يحفظك خويا. الله يحفظك. الله يحفظك.